وفوجئت بان احنا بنستدعى عشان نروح جهاز المخابرات. ف دي نقطة يعني مهمة قوي 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 نتكلم فيها، اني مش انا لوحدي، انا والمجموعة اللي تم ايفادها لهذا الجهاز العظيم اللي هو في واقع الحال هو القلعة التي تتحصن بها مصر، رجالات المخابرات. الله أكبر. مبنى، قيادات، علاقتهم ببعض، دول اللي حاميين مصر من الجواسيس، من المغامرين، دول الدرع الواقي. دخلنا هذه المباني عشان نتلقى كيفية التعامل بين أفراد المخابرات وبعض، ونتعلم إيه الأجهزة اللي بتستخدم. طبعا هم عرفونا بأجهزة خلاص انتهى التعامل بيها، بس بالنسبة لنا أصابتنا بحالة من الدهشة، إني خاتم في كاميرا صوت وصورة وأنا قاعد بسجل صوت وصورة، توكة حزام، كاميرا صوت وصورة، قلم، لا لو في حد في مبنى طلقة تتضرب في حلق الشباك، كاميرا صوت وصورة، موضوع. ورجالة يستاهلوا السلامة، هم دول حصن الأمان لمصر. فعشنا مع رجال المخابرات وبدأنا نفهم التعاملات ازاي، لأن هو ده اللي ورا السلوك داخل المسلسل. وللأمانة لولا رجال المخابرات كان تم تصفيتنا، وخصوصا في الأجزاء اللي تم تصويرها في إيطاليا. احنا رحنا كابري ورحنا نابولي ورحنا روما ورحنا منطقة البركان. فكان رجالة المخابرات المصرية حوالينا كما خلية النحل، ويتقال خلي بالك من اللي جاي ده، ما يقفش جنبك. وده بحقيقي يس، المخابرات الإسرائيلية حوالينا، لأن الجزء الثاني على وجه التحديد طبعا كان كاشف لشخصيات لا زالت في الحكم، فكان يهم إسرائيل إنها توقف المسلسل. تمام. لا المسلسل كان حكاية. يعني يحضرني ان السيد وزير اعلام الجزائر زارنا في الاستوديو واحنا بنصور، وقال يا اخوانا بترجاكم تنهوا الجزء ده، لان الجزائر على صفيح ساخن مستنيه الجزء الثاني. العالم العربي صح. هذا العمل كان انصاف للشخصيه العربيه، مش لمصر بس، طبعا للشخصيه العربيه. طبعا ان عندنا رجاله دخلت تقتحم وجر الذئب، لان مش هنقول عرين، لا وجر الذئب، فهؤلاء هم ذئاب البشريه. وعملنا التصوير الخارجي هناك الحقيقه، بس انا لا يمكن اغض الطرف عن هذا المبدع المؤلف، هذا المبدع المخرج اللي بحصافة شديدة قدر يتخير النماذج اللي أشوفها أقول يهودي واللي أشوفها أقول مصري. ولكن الاختبار القاسي لأحمد ماهر إنه داخل يستلم شخصية رجل المخابرات بعد نجم كبير بصم، الأستاذ يوسف شعبان. فإن لم أملأ هذا الفراغ بعد غيابه الشخصية تتذبح. إشكاليتي إن كل زمايلي قعدوا مع الشخوص اللي بيأدوها إلا أنا، لأن الشخصية اللي بأديها عايشة في روما مش في مصر، ولم ألتقي بيها. طب أنا بقى أحاول ألامس الشخصية إزاي؟ فقعدت بحرص شديد مع زمايله
وكم من حكاية ورواية إلى أن رسمت في خيالي نموذج للكاركتر وبدأت أأدي. وبيتعرض المسلسل في رمضان وإذا بالتليفون بيرن: أفندم. قال لي: ازيك؟ مين يا فندم؟ قال لي: أنت. قلت له: مش فاهم. قال لي: أنا أنت. والله. قلت له: أنا أنت يعني إيه؟ العجل في بطن أمه. إيه أنا أنت؟ قال لي: أنا الشخصية اللي أنت بتعملها في رأفت الهجان. يا راجل، ده انا كنت بدور عليك بقالي سنين. قال لي: أنا عايز أنقل لك بالغ سعادتي. ايوه. أنت فرجتني نفسي على الشاشة، فاسمح لي أنا بدعوك نفطر مع بعض بكرة بإذن الله. احنا كنا في رمضان. فرحت والتقيت بيه، شخصية عظيمة جدا. فقال لي: اللي انتوا عملتوه حلو قوي، بس اللي حاصل أكبر وأكتر من المواقف اللي انتوا قدمتوها. قلت له: الدراما بقى حضرتك هي اللي بتحكم المسألة. قال لي: أنا دخلت إسرائيل وضربت رأفت الهجان، لأنه في كل مرة كان بيقرر إنه مش هيكمل، فاضربه وأقول له: مصر